بجد النهارده جايه لكم باختراع البيتي فور الحادق. ايه هو البيتي فور الحادق يا شيماء؟ شوفي الفيديو علشان هتاخدي احلى سناكس بطاطس يجنن. سامعه الصوت؟ حاجه بقى كده صحيه، ولا مقليه في الزيت ولا اي حاجه. كملي الفيديو علشان تعرفي عملنا الجمال ده ازاي. بس قبل ما نبتدي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. تعالي كده بصي بقى، اول حاجه هاتي كده كيلو من البطاطس، سواء بطاطس صغيره زي ما انت شايفاها او بطاطس كبيره، هاتيها وقشريها وقطعيها مكعبات ونسلقها كده، نحطها في حله في ميه وهنسلقها على البوتاجاز. خلاص كده بعد ما سلقتها طلعتها خالص، اتصفت من الميه، صفيتها في مصفى وسبتها لما كل الميه نشفت منها. وبعد كده تعالي بقى بالهراسه، بس مش عايزاكي تهري البطاطس عشان ما يبقاش داخلها ميه. عايزاكي تهرسيها، لو ما عندكيش الكبه هتهرسيها بالهراسه بس عايزاها كريمي. عندك الكبه عايزاكي تهرسيها بالشكل اللي انت شايفاه ده لحد ما توصلي للقوام الكريمي اللي انت شايفاه في البطاطس. تعالي بقى بعد ما نخلّص كمية البطاطس بتاعتنا كلّها خفق كده في الكبة، وخلاص خلّصت الكمية. تعالي بقى، عارفة التوابل بتاعة البطاطس اللي بتتباع في العطار أو عند الماركت؟ هاتي خدي نُص الكيس عليها، ورشة من الملح، رشة من الفلفل، معلقة كبيرة من الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وابدئي قلّبيهم. هتلاقيني هنا ضِفت حاجة تاني الولاد فكّروني بيها بعد وأنا باعملها، عشان المَرّة اللي عملتها لهم قبل كده ما كنتش حاطة فيها الشطة. بُصّي بقى، البسي جوانتي أحسن حاجة واقعدي قلّبي فيها كويس عشان أي حاجة تحت إيدِك تحسّي بيها تفركيها وأنتِ بتعمليها. هنا أمّا دُقتها حسّيت إن هي لسه عايزة شوية التوابل، والولاد راحوا قالوا لي: "يا ماما إحنا عايزينها بشطة، المَرّة اللي فاتت عملتيها لنا من غير شطة، إحنا عايزينها يا ماما المَرّة دي بشطة." بجد حاجة كده هتدمنيها وحاجة روعة. لو ما عنديش يا شيماء كيس التوابل اللي أنتِ عملتِ بيه ده، خلاص ولا يهمِّك، يالّا بقى حُطّي في قمع البيتي فور اللي إحنا بنعمل فيه البيتي فور، وتعالي بقى هاتي صاج بتاعِك. وطبعًا أنا مولّعة الفرن يكون سخن جدًا، وحاطة الشبكة على الرف الوسطاني، وهاتي بقى كده البيتي فور والصاج بتاعِك ادهنيه بشوية من الزيت، وابدئي شكّلي البيتي فور البطاطس الخطير. سناكس النهارده بيتي فور البطاطس حاجة كده وهم، وحاجة صحية. لو من اللي ما بيحبوش الزيت كلّه يجمع على هنا على طول. لو وصلتِ معايا لغاية دلوقتي يالّا حطّي اللايك، أنا شايفاكِ ما حطيتيش اللايك، وكلمة كمان حلوة منِّك في التعليقات، بجد بافرح جدًا أمّا باقرا التعليقات منكم. تعالي بقى بُصّي كده الجمال، كمّلي الصاج بتاعِك ودخّليه بقى على الفرن على الرف الوسطاني لحد ما تشوفي شكله طلع معاكِ كده في الأول زي ما أنتِ شُفتِ، تمام؟ زي ما أنتِ شُفتِ كده. وبُصّي بقى هنا لمّا خرّجته بقى تسيبيه لمّا يبرد تمامًا، وتعالي كده بأي مقطوع أو حاجة أو سكينة عندِك تبدئي تشيلي البطاطس بتاعتِك، هتتشال معاكِ بكل سهولة. هاتي بقى طبق يالّا واسهروا كده بالليل قدّام أي فيلم حلو قدّامكم أنتم حابينه، أنتِ والأولاد وجوزِك، وكلوا أحلى سناكس. أتمنى بجد الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أحب النهارده بقى أسمع رأيكم في الجمال بتاع النهارده. أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.